واش عيد الكبير بقى فرحة كيف ما شحال هادي، ولا أصبح ضغط كبير على العائلات؟ اليوم غادي نهضروا بصراحة على واحد الموضوع اللي كيقسم المغاربة. عيد الأضحى ديما كان مناسبة دينية كبيرة، فرحة، تجمع العائلة والجو الروحاني. ولكن في هاد السنوات الأخيرة بزاف ديال الناس ولاو كيحسوا بواحد الحاجة مختلفة: الضغط، القلق، وحتى الخوف من المصاريف. نبداو بأهم نقطة: الثمن ديال الحولي. في السوق الأثمنة ولات كتحرق الجيب، 3000 درهم، 4000 حتى 6000 درهم وأكثر. ولكن دابا خلينا نكونوا واضحين، هاد العام الشتا صبات مزيان والحمد لله، والكثير قال أنه الوضع الفلاحي تحسن مقارنة مع العام اللي فات. يعني سؤال مهم كيتطرح: إلا ما كاينش نفس مشكل الجفاف، علاش الأثمنة ما نقصاتش؟ واش فعلا السبب غير في العلف والمصاريف، ولا كاين عوامل أخرى بحال الوسطاء، المضاربة، وارتفاع الطلب مع اقتراب العيد؟ حيت بصراحة المواطن كيشوف واحد التناقض كبير. الشتا كاينة ولكن الثمن طالع. هنا كيولي الشك مشروع: واش السوق غير منظم، ولا كل واحد كيزيد على حسابه؟ دابا كنوليو نهضروا على الضغط الاجتماعي، على واحد الحاجة اللي قليل اللي كيهضر عليها. شوف شنو دار فلان، واش انت ما درتيش، علاش انت ما ديرش بحالو. هاد الضغط الاجتماعي خطير بزاف. عائلات ولات كتسلف، الناس كتدخل في ديون غير باش يديروا العيد بحال الآخرين. واش فعلا خاصنا نضغطوا على راسنا لهاد الدرجة؟ خلينا نكون واضحين، عيد الأضحى شعيرة دينية مهمة ومقدسة، ولكن واش الدين كيجبرك دير حاجة فوق طاقتك؟ جواب معروف: لا. كاين فرق بين اللي قادر ويدير الأضحية واللي ما قادرش. الدين فيه رحمة ماشي ضغط. إلا جينا نهضروا على التحولات في المجتمع، قبل العيد كان بسيط، حولي عادي، فرحة مع العائلة، مشاركة مع الجيران. دابا مقارنة، تصوير، تباهي في السوشيال ميديا. ولات القيمة ديال العيد كتقاس بالثمن ماشي بالنية. دابا السؤال المهم: شنو الحل؟ الحل هو أنه كل واحد يعيد على قده، نحيدوا المقارنة، نرجعوا للبساطة. وحتى إلا ما درتيش الأضحية تقدر تعيش فرحة العيد مع العائلة، الأصدقاء، والنية الصادقة. عيد الأضحى ماشي السباق وماشي استعراض، هو قبل كل شيء نية، تضحية، وتقرب لله عز وجل. وخا الظروف تبدلات، كيبقى السؤال: واش غادي نخليو الثمن يسرق منا فرحة العيد، ولا نرجعوا للمعنى الحقيقي ديالو بحال زمان؟